بما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية، وذلك بحجة عدم التزامها بقواعد الحجاب الشرعي المفروض في إيران. إن استشهاد جينا أميني لم يكن مجرد حادثة عابرة، ولم يكن مجرد استهداف لهذه الشهيدة، بل هو عبارة عن نهج متواصل من العنف الممنهج، وذلك من قبل دولة الاحتلال التركي. إن هذا النهج متواصل من قبل النساء ومن قبل الذهنية الذكورية القمعية. كان استشهاد جينا أميني هو انطلاقة لهذه الانتفاضة، انتفاضة المرأة حياة حرية، وشعلة لإشعال الانتفاضات على مستوى العالم بأسره، وذلك ضد الأنظمة الدكتاتورية القمعية. إن استشهاد جينا أميني كان أيضا الشعلة القوية والدافع لقيام جميع النساء في كافة أنحاء العالم للمطالبة بحريتهن والمطالبة بحقوقهن. جينا أميني التي قدمت روحها فداء لحرية المرأة الحرة.